ازيكم؟ ان شاء الله النهارده هنشوف كل الشواطئ الخاصه في راس البر وهنعرف اسعارها واماكنها بالظبط. ممشى البحر ده طوله لغايه لسان العائم حوالي 380 متر، وقلنا قبل كده كل المطاعم على البحر موجوده بين لسان العائم ولسان فندق شتايجنبرجر، متوزعه على مسافه طولها حوالي 320 متر. وبعدين يبدا شاطئ البحر، طول الشاطئ حوالي 4 كيلو من الشواطئ الخاصة والعامة. ده آخر مطعم وكافيه، كافيه كوين. بعد كافيه كوين بتبدأ شواطئ راس البر، وأول وأهم الشواطئ دي هو شاطئ الخليج، شاطئ خاص من الشواطئ الرائعة في راس البر، وملحق بالشاطئ كافيه ومطعم الخليج. ده الكافيه والمطعم فيه برضو قعدات اندور وقعدات اوت دور بتبص على البحر. لكن تعالوا نقرب من الشاطئ ونقول اسعاره في 2025. الشمسيه ب 100 جنيه والكرسي ب 100 جنيه والترابيزه فري، يعني لو في 4 افراد هيدفعوا 500 جنيه. شمسيه 100 واربع كراسي 400 وبياخدوا ترابيزه. لو فرد هيدفع 200 جنيه، 100 جنيه شمسيه و100 جنيه كرسي وبياخد ترابيزه. لو فردين هيدفعوا 300، 100 جنيه شمسيه و200 جنيه كراسي وبياخدوا ترابيزه، وهكذا. موجود عندهم منطقة لألعاب الأطفال، في ماركت في الشاطئ، وتقريبا أغلب الرياضات المائية موجودة عندهم. ده كمان عندهم كاياك، يعني ممكن تركب كاياك هنا على الشاطئ. ده كان أول شاطئ معانا، شاطئ الخليج. ملاصق لشاطئ الخليج بعديه على طول شاطئ فندق شتايجنبرجر اللسان. طبعا ده ارقى واغلى شاطئ في راس البر، شاطئ خاص بالفندق، لكن بيسمحوا بدخول الاوت سايد جيست سواء للكافيه والمطعم الموجود داخل الشاطئ، ويقدر رواد الكافيه والمطعم يستمتعوا باللسان الجميل اللي احنا شايفينه ده، او للشاطئ نفسه من خلال دفع رسوم دخول الشاطئ. الاسعار للاوتسايد جيست 600 جنيه الفرد، وبالنسبه للاطفال لحد 12 سنه بيدفعوا نص السعر ده، يعني الطفل لغايه 12 سنه بيدفع 300 جنيه، اكبر من كده بيدفع 600 جنيه زيه زي الكبير. لو حد حابب يدخل يقعد في قعدات المطعم والكافيه ويستمتع باللسان زي ما قلنا دون استخدام الشاطئ، بيدخل يطلب اللي هو عايزه من الكافيه او المطعم ويحاسب عليه، ما بيدفعش رسم دخول، ما بيدفعش رسم دخول للمكان، اللي هيطلبه هيدفعه. بيعملوا هنا فطير بيطير زي ما احنا شايفين، وبعدين يجي لك بالمنظر الرائع ده، ريحه وطعم خرافي. العظمه اللي عملها الشيف محمد، الله ينور يا شيخ. ألف عام. بعد شاطئ شتايجنبرجر بيبدأ بقى الشواطئ العامة، ودي شواطئ بلا أسوار مجانية، بتدفع في حالة الرغبة في تأجير شمسية وكراسي. ودي أسعار الشماسي السنة دي. كل سنة وأنت طيب، موسم سعيد إن شاء الله. الشاطئ كله 100 جنيه شمسية، أي حاجة ب 25. أي حاجة ب 25. قرار محافظ هنا، شارع المديرية كله عينات، يعني شايف طب والدنيا إيه؟ الدنيا تمام. كل سنة وأنتم طيبين، موسم سعيد إن شاء الله. السلام عليكم. دماغنا يا باشا. حبيبي. شارع المديرية والعالم كله يا باشا. ها؟ شارع المديرية يا باشا. شارع المديرية؟ ألف ليلة وليلة يا باشا. ألف ليلة وليلة، أحسن ناس. ربنا يخليك حبيبي. كل سنة وأنت طيب. كل الشواطئ العامة المحافظة رفعت الإيجارات على مستأجرين الشواطئ، ورفعت وحدت أسعار الشماسي في كل الشواطئ. الشمسية ب 100 جنيه وأي حاجة تانية ب 25، يعني الكرسي ب 25 جنيه والترابيزة ب 25 جنيه. السعر كده لأربع أفراد يبقى 225 جنيه. شمسية 100 وأربع كراسي 100 وترابيزة 25، 225. كنت ممكن تاخدهم الصيف اللي فات ب 100 جنيه فقط، يعني الاسعار بقت الضعف للاسف، وكله بيقول لك ده تسعير المحافظه. تعالوا نكمل جولتنا على الشاطئ. بعد شاطئ 109 بتبدأ الشواطئ الخاصة مرة تانية،
يعني زي ما بدأنا الشواطئ بالشواطئ الخاصة، شفنا في الأول شاطئ الخليج وشاطئ فندق شتايجنبرجر، بعد كده بدأنا رحلتنا في الشواطئ العامة من شارع 16 وصلنا لغاية شارع 2 الشارع اللي قبل شارع المديرية، عدينا شارع المديرية وبدأنا نعد فردي 1 3 5 7 9 لغاية ما وصلنا لشاطئ 109. بعد كده جنب شاطئ 109 بتبدأ الشواطئ الخاصة مرة تانية. في شاطئ على وشك الافتتاح اللي احنا كنا شفناه السنة اللي فاتت، كان فتح شاطئ بس، لكن هم عاملين شغل جامد، عاملين فيه كواخ وعاملين حمامات سباحة واكوا بارك، هيفتح تقريبا تحت اسم وايت بيتش. ان شاء الله نيجي نشوفه ونوريه لحضراتكم. وفي شواطئ القوات المسلحة اللي احنا عارفينها، في شاطئ نادي الضباط وشاطئ نادي 6 اكتوبر. اسعار شاطئ القوات المسلحة الفرد بيدخل من البوابة ب 60 جنيه والشمسية والكراسي ب 100 جنيه. لكن تعالوا نروح افضل واروق وابعد شاطئ في راس البر، شاطئ النخيل. شاطئ من الشواطئ الجميلة والرايقة جدا، كنا شفناه السنة اللي فاتت وبنشوفه كل سنة، لكن عاملين شغل جامد السنة دي والأسعار كمان اتغيرت وبقى فيها تفاصيل كتير، في حاجات ما كانتش موجودة قبل كده موجودة السنة دي، فإن شاء الله أقولها لحضراتكم كلها. دلوقتي في عندهم حاجة اسمها التذاكر الاقتصادية، دي موجودة في الفترة الصباحية من الشروق لغاية الغروب. ده سعر دخول الفرد 100 جنيه، ال 100 جنيه دي شاملة الدخول والكرسي والشمسية. لكن في عندهم بالفطار، فطار كلاسيك، ده سعر الفرد فيه 160 جنيه، يعني هتدخل وهتقعد وهتفطر ب 160 جنيه. وفي غدا ب 240 جنيه، بس الغدا بتاخد وجبة بيتزا أو برجر أو مكرونة من المطعم اللي موجود في الشاطئ اللي هو مطعم طبلية. وفي دخول ب 300 جنيه، ده بيبقى شامل الفطار الكلاسيك والغدا اللي احنا قلنا عليه، يعني فطار وغدا ودخول الشاطئ ب 300 جنيه. الفطار الكلاسيك ووجبة الغداء يا إما بيتزا يا إما برجر يا إما مكرونة، يا إما مش بيتزا وبرجر ومكرونة، يا تاخد بيتزا يا تاخد برجر يا تاخد مكرونة. نيجي بقى للبرجولات اللي بتميز شاطئ النخيل. البرجولة الرائعة دي ل10 أفراد ب1000 جنيه، يعني الفرد واقف على 100 جنيه. لو حد عايز يقعد في المنطقة الخاصة بيبقى في منطقة خاصة بيبقى فيها شيزلونجات بدل الكراسي، منطقة خاصة لوحديها كده، يبقى هيدفع وهو داخل 250 جنيه، 250 جنيه الفرد. عندهم حاجة اسمها الفترة المميزة، دي بيبقى مدتها ساعة قبل الغروب، يعني تقعد ساعة في الشاطئ، دي بتدفع رسم دخول 50 جنيه، دي شاملة الكرسي والدخول. وفي بقى الفترة المسائية، الفترة المسائية دي من الغروب لغاية الشروق، عكس الفترة الصباحية، ودي مخصصة لرواد مطعم وكافيه طبلية الموجود داخل الشاطئ. الدخول بيكون من البوابة ب20 جنيه وبتخش تقعد في الكافيه اللي بتطلبه بتدفعه. موجود في الشاطئ منطقة ألعاب للأطفال، الأطفال بتلعب جميع الألعاب، الساعة بتكون ب40 جنيه. وفي منطقة أكوا بارك وألعاب مائية موجودة في الشاطئ للكبار والأطفال، السعر بيختلف على حسب نوع اللعبة، وبيبقى فيه طبعا جيت سكي وبيبقى فيه بنانا بوت وغيرها من الألعاب المائية. في موجود في الشاطئ البرجولات العالية دي، البرجولة دي سعرها بيختلف على حسب كم فرد هياخدها، بتبدأ بفردين، لو فردين هيدفعوا 400 جنيه، لو 3 أفراد هيدفعوا 520 جنيه، لو 4 أفراد هيدفعوا 600 جنيه، لو 5 أفراد هيدفعوا 750 جنيه، ولو 6 أفراد هيدفعوا 850 جنيه. ده دخول وقعد في البرجولة العالية. طب بقى لو عايز بفطار، برجولة عالية وفطار، الفردين هيدفعوا 500 جنيه شامل وجبة فطار ومشروب لكل فرد، 3 أفراد هيدفعوا 660 جنيه فطار ومشروب، ال4 أفراد 800 جنيه، ال5 أفراد 1000 جنيه، وال6 أفراد 1200 جنيه زي ما قلنا، شامل البرجولة وفطار ومشروب. البرجولة بالغدا، وجبة الغدا زي ما قلنا بتكون يا إما بيتزا يا إما برجر يا إما مكرونة أو ساندوتش. الفردين في البرجولة العالية هيكونوا ب700 جنيه، 3 أفراد ب900 جنيه، ال4 أفراد ب1100 جنيه، ال5 أفراد ب1500 جنيه، وال6 أفراد ب1750 جنيه. في الفترة المسائية بيمنعوا دخول المأكولات، وللأسف بيمنعوا دخول المشروبات طول اليوم. استخدام الحمامات والإتشاش بيكون مجاني.
دي كانت كل حاجة عايزين نعرفها عن شاطئ النخيل. راس البر جزيرة رائعة ربنا وهبها جمال مصر كله، جمال النيل وهدوءه وروعة البحر وعنفوانه. مكان رائع يستحق الزيارة، ومش هتلاقوا حد بين جمال راس البر زي قناتكم على سبيل الجمال، لأننا من المحبين والعاشقين لهذا المكان الرائع، ومفيش غيرها جمع الجمال الموجود في مصر كله بالشكل ده. نيل وبحر، هنعوز ايه تاني؟ كل الحب والأمنيات لحضراتكم بقضاء أسعد الأوقات. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان الجديد والجديد جدا اللي هنعمله إن شاء الله. بحبكم في الله، أراكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.